الله يسعدك يا رب ان شاء الله. اولا والله هذه الله يعينك، يعني خصلة مرة مزعجة هذه للشخص واللي حوالينه، انك تبي تعرف وش الفضول. وفي ناس يتطور الموضوع عندهم بعد، في ناس يبهرون، يعني يبدي ينقل كلام وينبهر، وفي ناس يألفون ويخربون، في ناس ينبسطون اذا سمع سالفة عن أحد، يروح يدور بس متى يجي موقف عشان يفضح ولا يقول ولا يسوي ولا يألف ولا أي شيء. اسمع طرف بس، أعطوا طرف السالفة، ما تدري إلا بكرة جايتك بطريقة ثانية. ولكن أنت كويس إنك مستوعبة إنه هذه مشكلة وإنك تبدي تتخلصين منها. الغريب إنك مشغولة شوية. أنت أفضل شيء لهذول الأشخاص إنه أنت وقفي كل الوسائل اللي أنت تنبشين ورا الناس فيها. بلغي، اعلني، احنا نقول او اصلح الفكرة نسميها عند بعض المختصين، اللي هي انه قولي للي حوالينك يا جماعة الخير ترى انا ما انا لا، اذا سألتكم عن اي احد لا حد يجاوب يتكفون، قولوا لي مو بشغلك. اختك القريبين لك، صديقاتك الكلوز، قولوا لي مو بشغلك. اذا سألتكم ايش لا تعطوني تفاصيل حياتكم ولا اي شيء. هذه نقطة ضروري جدا تفضحين الفكرة باللي حوالينك. الشيء الثاني انعزلي شوية عن الناس فترة معينة، انعزلي عشان تتعودين. ما تقدرين انت جوا المهما. اسحبي نفسك عن العالم، اجلسي لك فترة، خذي كورس، خذي شيء، انعزلي عن العالم اونلاين. خذي كورس بالصباح اذا انت دومك جزئي، خذي دوم ثاني اكثر، خذي كورس اونلاين. انا ما ابغاك تقابلين ناس كثير عشان يبدأ يتعود. الشيء الآخر أبغاك تقرأين، اقرأي كثير. القراءة الكثير تبي تخليه تهذبني شوي، تهجدني شوي. ولا تروحين تقرين في لغة الجسد ولغة الوجوه من هذا الكلام. لا، انت كذا تزيدين طين بلة، ما ابغى هذا الكلام. ابغاك تقرين في كتب قصص. اقري روايات واقري رواية طويلة وادخلي معها واقريها تمام. إذا بتطلعين بالحالك، إذا بتطلعين برا اطلعي بالحالك، لا تحاولين تروحين كثير مع البنات. سنابك، تويتر، الأشياء اللي عندك فيها صحباتك كلهم هولدت، وقفي فترة. أدري إنه العلاج صعب شوي، ولكن مشكلة أصعب فترة معينة لين جسمك يتعود ومخك يتعود وينسى. الآن صرتي تتغذين، انت صار عندك إدمان للفضول، وهذا يعطيك شعور، يفرز لك بعض. فزي مثلا بعض الهرمونات بالجسم تفرز حقت السعادة زي الدوبامين وغيره، فأنت تبدأ تنبسطين انه شعور كذا. اذا عرفتي سالفة تنبشين وراها، اخيرا عرفت ايش السالفة، بالله يقولي لي ما ادري ايش بعد اللي تبي تعرفين. واذا عرفتي ارتاحت. فاحنا لازم نفصل هذا. عشان كذا ما اشوف سنابات، ما اشوف احد، ما اشوف تعليقات، ما اشوف اي كلام لين انعزل، لين ابرد بعد فترة، بعدين ارجع مرة ثانية. طيب سوي اللي قلت لك وان شاء الله يجيب نتيجة. الله يوفقك يا رب.